تخيل أن الموريسكيون لم يخرجوا من الأندلس ولم يصلوا إلى المغرب. ماذا كان سيتغير فعلا؟ أول صدمة: مدن مغربية كاملة ستكون مختلفة، لأن الموريسكيين لم يأتوا فارغين، بل جاءوا بحرف، عمارة، موسيقى وأساليب عيش أثرت بقوة في مدن مثل فاس وتطوان. بدونهم جزء من هذا الطابع سيختفي. ثاني تأثير مباشر: الاقتصاد. الموريسكيون كانوا مهرة في التجارة والصناعة والزراعة. دخولهم عطى دفعة قوية للحرف والأسواق، ولو لم يأتوا بعض المدن كانت ستتطور بشكل أبطأ. ثالث نقطة: الثقافة. أطعمة، ملابس، موسيقى أندلسية، حتى طريقة بناء البيوت، كل هذا امتزج داخل المجتمع المغربي. غيابهم يعني هوية مختلفة أقل تأثراً بالأندلس. ثم المفاجأة الأكبر: بعض المدن أعاد الموريسكيون إحياءها بالكامل. تطوان مثلاً استعادت قوتها بفضلهم، بدونهم ربما لم تصبح بنفس المكانة. لكن الجانب الآخر: بقائهم في الأندلس لم يكن مضموناً. الضغوط كانت قوية، لذلك عدم خروجهم قد يعني اختفاء جزء كبير منهم مع الوقت. وفي النهاية، نعم، لو لم يصل الموريسكيون إلى المغرب لكان المغرب اليوم مختلفاً في شكله وروحه، لأنهم لم يضيفوا مجرد عدد سكاني، بل نقلوا حضارة كاملة وتركوا أثراً ما زال حياً حتى الآن.